المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، أهلا بحضرتك أستاذ ممدوح. أهلا بك يا أستاذ. كيف استقبلت دكتور ممدوح حمزة هذا الخبر أو هذا العمل الإجرامي؟ بالحزن الشديد، ولكن كان متوقعا. لقد تلقيت إيميل من أحد الزملاء والأصدقاء القدامى من الدراسة الذي هو كادر كبير جدا في الإخوان، والايميل ده عندي وممكن اعرض لاي حد عاوزه، ما زلت محتفظ بيه. الكلام ده من حوالي شهرين. قال لي: ايها الشعب الواطي، انتم اهدرتوا حق فئة من المجتمع، وسيحدث لكم كما يحدث الان في العراق من تفجيرات وقتل للشعب الذي اهدر حق فئة منه. دي خطة مرتبة إخوانية، عاوزين يجعلونا زي اللي بيحصل في العراق منذ 10 سنوات: تفجيرات، عربيات مفخخة، قتل، أحزمة ناسفة، عقابا للشعب المصري الذي أهدر كما يقولون حق الإخوان في هذا المجتمع اللي هي بيعتبروه قيادة المجتمع والشرعية بتاعته. إذا نحن أمام خطة. النهارده عربية مفخخة، بكرة حزام ناسف، بعده اغتيالات كما يحدث في العراق. هذا ما قالوا في الإيميل عندي، إنهم يعملوا نسخة كربون من اللي بيحصل في العراق اللي بقاله 10 سنين. لأن الشيعة حكموا وأهدروا السنية، ده من وجهة نظره يعني. يجب أن نعي هذا أولا قبل ما نفكر هنعمل ايه. طيب احنا نعي هذا. هل القائمين على حكم مصر الان يعوا ذلك؟ ما دي النقطة اللي انا سيادتك بالظبط وصلت للسؤال اللي انا عاوز اقوله، ان احنا يجب ان الوعي بهذا لدى متخذي القرار واللي في ايدهم السلطة. نحن في حاجة الى احكام عرفية فورا. بعد ما حدث اليوم احكام عرفيه لمده لا تزيد عن 3 اشهر. وفي هذه الحاله نجاح الاحكام العرفيه انه في نهايه ال3 اشهر يتم القضاء على تكثيف منابع تمويل العمل الارهابي، القضاء على مركز العصبي بتاعهم والسيرابيلم مخيخ بتاع هذه المجموعه، كل ادواتهم يتم تقييدها وحبسها. انا لا ادعو الى الانتقام الدموي مطلقا لانه بيزود النار، انما يجب ان احنا نأمن بلدنا بجميع السبل، والسبيل الوحيد اللي امامنا النهارده هو احكام عرفيه. يمكن حضرتك دكتور ممدوح بتتكلم على احكام عرفيه، وده كان مفترض يعني اي دوله في الدنيا بتتعرض اللي احنا بنتعرض له، بتواجه ارهاب شرس بهذا الشكل، كانت هتعمل كده واكتر من كده. في الوقت اللي حضرتك بتقول لي احكام عرفيه، يخرج بيان مثلا من الخارجيه الامريكيه بتتحدث فيه عن انها قلقه ازاء تقييد الحريات، انها قلقه ازاء قانون التظاهر. انا لا تعنيني امريكا في شيء، امريكا اكبر مقيد للحريات في العالم. انا ابص لمستقبلي، لاولادي، لبيتي، ما ابصش خارج بيتي خالص الا فيما يخصني اكل عيش ولادنا. امريكا تقول ايه والغرب يقول ايه؟ ما هم بيقولوا طول عمرهم. واحنا خدنا ايه؟ من يوم ما نقهم ودخلهم السادات من اوسع باب الانفتاح الاقتصادي، من يوم ما شفناهم على عتبة بيتنا ما شفناش غير فقر وذل ومهانه. لما كنا بعيدين عن امريكا بنينا السد العالي وسلحنا الجيش وانتصرنا بسلاح روسيا 73، وبنينا مصانع نجا حمادي وكيمة عملنا كل حاجة ونحن في حالة بعد عن امريكا. ولم ننتكس الا وكنا في حالة الصداقة مع امريكا. طب ده امريكا. هتجد برضو دكتور ممدوح اصوات من الداخل بتكلمك على انه حقوق الانسان ولا مش لازم يعني نوصل الى نتائج سريعه، بانه الاخوان هم اللي ورا ده. الكلام ده يصلح لو كنا في حياه طبيعيه، انما هذا وقت لن تسمعيها في حاله الاحكام العرفيه. هتتخرس لانهم جبناء واستقوا بالخارج.
الخارج. نحن الان في مسيد الحاجه لاحكام عرفيه لمده 3 اشهر، بس بشرط لا يمس اي مدني، تكون موجهه هذه الاحكام، هي احكام عامه انما موجهه للارهاب الحقيقي، و3 اشهر فقط. في نهايتها تكون بلد نضفت. لو بعد 3 اشهر بلد ما نضفتش يبقى احنا ما عملناش حاجه. طبعا حضرتك بتتكلم على احكام عرفيه واحنا لسه بنتناقش اذا كانت هتعلن جماعه ارهابيه ولا حتى الحكومه معتبراها ارهابيه، ولا لسه مستنيين شويه علشان يعتبروها ارهابيه ويتعاملوا معاها ومع المنتمين ليها على اساس انهم بينتموا لمنظمات ارهابيه. يعني حضرتك بتتكلم في حاجه، يعني بتتكلم بالطريقه او بالتفكير اللي هتتعامل مع اي دوله يعني متقدمه من الدول اللي بتدعي الحريه عندما تشعر بان وطنها في خطر حقيقي. واحنا هنا لسه بنتفاوض اذا كان بعد كل اللي بيحصل ده احنا امام منظمه وجماعه ارهابيه ولا لا. هذه بدون شك جماعه ارهابيه، ومن هو مقتنع خلاف ذلك فهو بيسيء الى هذا الوطن. جماعه ارهابيه بكل ما تحمله الكلمه من معاني. دكتور ممدوح لسه معايا؟ طب انا عندي بس مشكله في الصوت. جماعه ارهابيه، وكل من يرفع شعارهم او يقول انه يفتخر انه ينتمي اليهم ده يعاقب بالقانون ان هو ينتمي لجماعه ارهابيه. حضرتك بتتكلم على انه كل من يدعمهم او كل من ينتمي اليهم. يمكن حضرتك عرفت انه بعد الحكم على احمد ماهر ومحمد عادل واحمد دومه 6 ابريل جبهه احمد ماهر اعلنت انضمامها للاخوان، واعلنت انها يعني بتستعد ان شاء الله لثوره ثالثه. الحكم من وجهه نظري، يعني الحكم اللي هو طلع على احمد ماهر ده حكم غبي من وجهه نظري، بيزود وبيكتل الناس ضدنا وما ليس له اي معنى من الاعراب. دول شويه عيال رموا شويه طوب وتروحوا تديهم 3 سنين، وفي الاف ماتوا من 2.5 ما خدوش ولا حكم. ده كان حكم غبي لا 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 لا, لا يصب لصالح السلام الاجتماعي. احنا بنزق وبندعم الاخوان لما نطلع حكم زي ده. حكم غبي غبي غبي، لا تقولي قضاء شامخ كلام فاضي من ده. الحكم ده يضر مصلحه البلاد ويضر بالحرب اللي احنا فيها. حضرتك شايف ازاي يضر بمصلحه البلاد اولا؟ ثانيا بس عايزه اقول لحضرتك ان ده حكم اول، وربما في الاستئناف يبقى فيه كلام تاني. معلش عاوز اقول لك حاجه. لو هم اخذوا فلوس من بره بخونه انا حاكمهم كخونه ويحطوا ياخدوا تأبيده. انما انا بحاكمهم على ايه؟ انهم رموا طوب اديهم 3 سنين. احاكمهم لو في ما يثبت انهم اترشوا، انهم تعاملوا مع جهات اجنبيه، انهم خانوا البلد، احاكمهم على هذا. فهذه الحاله بقى مش 3 سنين، 25 سنه تأبيده. بس يبقى في مستندات وفي ادله ونحاكمهم صح. انما احاكمهم عشان نزلوا مظاهره ورموا طوب اخدوا 3 سنين و50 سنه. طبعا يبقى انت بتقوي عدوك، بترمي ولادك في حضن عدوك. حكم غبي. حضرتك شايف ان ده ما كانش فيه يعني ما كانش فيه المصلحه في هذا الوقت، رغم انه هؤلاء الشباب بالتحديد ربما بدات من اول امس تظهر بعض التسجيلات. مش عارف حضرتك اكيد تابعتها. احاكمهم على التسجيلات. مظبوط. احاكمهم على الخيانه. مظبوط. انما زي ما قالوا حسني مبارك للشعب المصري وثروته، وما حكموا على فيلا عملنا كده بالظبط. بتحاكموا على عشان رموا طوب 3 سنين. ما احنا بقى لنا 3 سنين بنرمي طوب وبترمي علينا طوب. احاكمهم صح لو عاوز احاكمهم. انما انا النهارده بقوي عدوي، برمي ولادي في حضن عدوي. طيب يمكن ردود الفعل دكتور ممدوح حمزه كثيره على الحادث. يمكن انا قلت لحضرتك الخارجيه الامريكيه يدعوت احرنوت، وهي احدى اكبر الصحف الخارجيه الامريكيه تروح الاسرائيليه. احنا ما احناش عاوزينهم، ما نفكرش في غيرنا، نفكر في مصلحتنا الاول.